مذيع آخر يهدد مصر باحتلال الدرعية وإعادة آل رشيد للحكم حتى تبقى صنافير وتيران مصرية. هذا إنسان متخلف، يعني الموضوع مخجل بالنسبة لمصر. إذا تحدثنا بالتاريخ، مصر لم يحكمها المصريون إلا منذ جمال عبد الناصر. عندما حكم مصر المصريون خربت مصر وأصبحت دولة فقيرة ودائنة ومتسولة. كان ملك فاروق آخر ملك غير مصري لمصر هو الملك فاروق، كان اسمه ملك مصر والسودان، وكان يملك أجزاء من تشاد. عندما حكم مصر المصريون أصبحت بخريطتها الحالية، وخسرت سيناء، وخسرت على وشك أن تخسر حلايب، وفي وقت قليل من تشغيل سد النهضة بعد اكتماله ستشعر مصر بالعطش. حتى الفراعنة يا حبيبي، الفراعنة لم يكونوا مصريين. الآن حتى بالشكل توت عنخ آمون، التحليل الDNA يقول بأن القدماء الفراعنة هم أثيوبيين وصوماليين مش مصريين. محمد علي باشا اللي بتهدد فيه السعودية والدرعية مش مصري، من ألبانيا تركي، وانت الآن زعلان من تركيا. يعني محمد علي باشا أردوغاني. استعيد التاريخ مع السعوديين بالدرعية ومحمد علي باشا. ما محمد علي باشا مش من عندك، لعد عمرو بن العاص أقرب للسعوديين وهو حكمك. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب كان يخطط ويريد مد مياه النيل إلى الحجاز، إلى مكة والمدينة. من القبائل الجزيرة العربية، قبائل الحق سوس، احتلوا مصر وطردوا الفراعنة إلى مصر العليا، الهكسوس. وقال الملك ائتوني به. روح راجع سورة يوسف. في سورة يوسف لم يكن فرعون الذي يحكم مصر في تلك الفترة، كانت تلك فترة الملوك الذين جاءوا من جزيرة العرب وعلموا مصر الحرف وعلموها الكتابة. عمرو بن العاص جاء محررا، حرركم من الرومان، أنتم لم تكونوا مستقلين. 3000 جندي بيحتلوا بلد، بيفتحوا بلد. احنا احتجنا كعرب ومسلمين لأن نفتح فارس إلى 100,000 جندي، مصر 3000.